انت متخيل ان العالم دلوقتي بالفعل بدأ يغير موقفه وسياساته اتجاه امريكا واسرائيل؟ اللي بقوله وهقوله دلوقتي مش مجرد تعاطف ولا مجرد تصريحات، اللي بيحصل دلوقتي تحولات حقيقية على ارض الواقع. خليني اخدك في جولة سريعة من اوروبا لحد اسيا وهتفهم الصورة كاملة. في اسبانيا في مهرجان شعبي قديم جدا، الناس كل سنة بيختاروا فيه شخصية شايفينها رمز للشر ويعملوا تمثال كبير للشخصية دي ويحرقوه. تفتكر بقى السنة دي اختاروا مين يبقى الشخصية دي؟ السنة دي اختاروا نتنياهو يبقى هو الشخصية دي، وعملوا تمثال ضخم جدا لنتنياهو وكتبوا عليه كل الجرائم اللي ارتكبها في الحرب ضد غزة، وحرقوا التمثال أمام آلاف الناس وكلهم عمالين يسقفوا ويقولوا هتافات ضد نتنياهو وضد الكيان. المشهد ده اتنقل في الإعلام العالمي كله وخلى الموضوع يتحول من مجرد مهرجان لرسالة سياسية واضحة جدا. الموضوع مع اسبانيا موقفش لحد هنا، رئيس وزراء اسبانيا رفض استخدام اراضي بلاده كنقطة انطلاق لأي عملية عسكرية ضد ايران. وعلى فكرة ده قرار مش بسيط خالص، لان اسبانيا جزء من تحالفات كبيرة زي مثلا حلف الناتو، والاهم من ده ان هو بدأ يتكلم عن فكرة تنفيذ وانشاء قوة عسكرية أوروبية مستقلة عن أمريكا. طيب نسيب أسبانيا ونخش على كندا. كندا يا جماعة تعتبر أقرب شريك وحليف لأمريكا. طلع تصريح رسمي من كندا بيقول إن طريقة الإنفاق العسكري الكندي المشتركة مع أمريكا هتتغير. The days of our military sending 70 cents of every dollars to the United States are over. وإن الاعتماد الكبير على واشنطن لازم يقل. وعلى فكرة العلاقة ما بين أمريكا وما بين كندا العسكرية والاقتصادية ثابتة بقالها سنين طويلة جدا، فاللي بيحصل ده تطور وتغيير خطير ومش سهل خالص. طب تعالوا نشوف تركيا عملت ايه، وهنا الموضوع بدأ يبقى أخطر بكتير. تركيا اتخذت تحركات قانونية رسمية، اتهامات لقيادات عسكرية وسياسية إسرائيلية بجرائم حرب. لا وكمان ايه، تم اصدار احكام ضدهم من المحكمة التركية بمدة عقوبة تتجاوز 1000 سنة. طبعا غير التصعيد في الخطاب السياسي بشكل واضح جدا، وده مش مجرد كلام، ده معناه ان الصراع ابتدى يخش في حتة القانون الدولي مش مجرد سياسة. عايز اقولك لو فاكر ان الموضوع مقتصر على الدول الاوروبية او الدول القريبة لايران بس، فأحب أقولك لأ، في آسيا خرجت تصريحات من قيادات سياسية قارنت اللي بيحصل دلوقتي من إسرائيل اتجاه غزة ولبنان بأحداث تاريخية حصلت لهم قبل كده. ومش أي أحداث تاريخية، دي أحداث تاريخية حساسة جدا مرتبطة بالحروب القديمة، وكان فيها حاجات زي اغتصاب من الجنود للسيدات وقتل الفتيات وحاجات كتير من المواضيع السياسية الأخلاقية. يعني بيقارنوا جيش دولة الاحتلال بجرائم الحرب التاريخية اللي كانت بتحصل زمان. وفي أوروبا الشرقية سياسيين كتير ابتدوا يقولوا كلام ويتكلموا على دولة الاحتلال بشكل ما كانوش يجرؤوا يتكلموا بيه قبل كده، وده معناه إن في حاجز نفسي بدأ يتكسر وإن الخطاب العالمي بيتغير فعلا. كل ده بيقول إيه؟ بيقول إن العالم بدأ يعيد حساباته مع أمريكا وإسرائيل، بدأ يغير طريقة تفكيره، وإن في حالة غضب وضغط بتكبر وبتحصل من الشعوب مش من الحكومات بس. الشعوب بقى عندها وعي. دلوقتي احنا قدام احتمالين، يا اما دي بداية تغيير حقيقي طويل المدى هيغير شكل العالم كله، يا اما دي مجرد موجة ضغط وهترجع الامور تهدى وتبقى زي ما كانت. لكن المؤكد ان اللي بيحصل دلوقتي هيتحكي عنه بعد سنين وهيتكتب في التاريخ، واللي بيحصل دلوقتي غير نظرة وفكرة العالم كله عن دولة الاحتلال. دلوقتي عايزك تكتب رأيك بصراحة، شايف اللي بيحصل ده تغير حقيقي في العالم
ولا مجرد ضغط من الشعوب ومع الوقت هينسوا وكل حاجة هترجع زي ما كانت؟